أصبحت اليوم؟ الحمد لله. عظيم. مش هتفطر بقى؟ مش هتفطر بقى؟ حاضر. قوم. هو الفطار بتاع كل يوم. نفسي يا ناس في طبق فول بالزيت والليمون. ان شاء الله لما تخف هتاكل كل حاجة، بس ما يأمر الدكتور. في مصر يقولوا لي اوامر الدكتور، اجي لبنان الاقي نفس الاوامر ورايا. امتى يا ناس اخلص من الاوامر دي؟ كلها يومين وتخف وتبقى عال. لا انا زهقت، عاوز اخرج اتفسح في الجبل شويه. ايوه عشان يحصل لك زي ما حصل في بيروت. فضلت تقول اسمحوا لي انزل اتفرج على بيروت، سمحنا لك. بصينا لقينا التليفونات بترن طالبين النجدة للاستاذ علي، لكن الحمد لله جت سليمه. اللي حصل ده من الاجهاد، اصلي اتمشيت كتير اتفرج على المحلات والدنيا كانت حر، شوب زي ما بتقولوا. لا ده انت كمان شويه هتصير لبناني. قول لي قبل حضرتك كنت بتبص باهتمام قوي على مين بالنضاره؟ على صاحبه الصوت الحلو مش كده؟ اسمح لي اتفرج. لا استنى ما اوريها لك انا. اقعد انت كمل فطار. لا خلاص انا شبعت. عشان كده عاوز تخرج. صباح الخير يا عمي. صباح الخير. الله شو عم تعمل هالكلبين؟ بول عبروضه من شو؟ بول عمك ابو فريد وهالكلبين هاو بيمسحوا الارض بس. لا شو قصتك؟ دخيل الله شو بيدويخ؟ ما تنسى عم ابو فريد بيقصف عمرك. يا ريت هي تقصف عمري. ياسمين ما حدا بيطالع. ياسمين؟ شو ياسمين؟ أنا بعرف اسمها دليل، مغنية بيروت بصالة الزهور. دليل بالكباريه.
انما اسمها الحقيقي ياسمين، فهمت؟ يقصف عمري إن كنت فهمت. ان شاء الله عمرك ما فهمت. يا ولاد شو عم تعملوا بالمحزية؟ حرام نحن نكون تركوها. يا ولاد حرام. ولا شو عم تعملوا هون؟ شو عم تعملوا؟ نبروا فوتوا لجوا. ياسمين تعال تعال عدي مشان نعمل بروفا مشان غنية الليلة. فتح دله اهلا وسهلا قلتله دق الباب فتحتله واهلا وسهلا قلتله. عظيم عظيم. صار يغمزني ها صار يضحك لي صار يغمزني ها وصار يضحك لي غصب عني. دق الباب فتحتله واهلا وسهلا قلتله. دق الباب فتحتله واهلا وسهلا قلتله. صار يغمزني هاي صار يضحك لي ها غصب عني. ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله. ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله. دق الباب فتحتله واهلا وسهلا قلتله. صار يغمزني هاي صار يضحك لي ها غصب عني. ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله. قلتله تفضل عالدار وخبرني شو بك محتار. قلتله تفضل عالدار وخبرني شو بك محتار. قال لي قلبي ليل نهار عم يتوجع يدله. قال لي قلبي ليل نهار عم يتوجع يدله. صار يغمزني هاي صار يضحك لي ها غصب عني. ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله. ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله. دق الباب فتحتله اهلا وسهلا قلتله. صار يغمزني هاي صار يضحك لي ها غصب عني. ضحكتله ورقصتله اهلا وسهلا قلتله. كتير استحليته طلبته من الله لقيته. كتير استحليته طلبته من الله لقيته. لا تلوموني حبيته واعطيته قلبي كله. صار يغمزني هاي صار يضحك لي ها غصب عني. ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله. ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله. دق الباب فتحتله اهلا وسهلا قلتله. صار يغمزني هاي صار يضحك لي ها غصب عني. ضحكتله ورقصتله اهلا وسهلا قلتله.
هينضرب. انا الحق عليا اللي عزمته الليله دي. بالعكس ده باين عليه ظريف جدا. لكن بيزودها قوي، متهيأله ان الناس هتخطفني. له حق، انا اولهم. انت كمان عايز تخطفني؟ لو قدرت اعملها على الاقل عشان اقدر ابعدك عن الناس دول اللي هيخطفوكي مني. حضرتك كمان. ايه اللي بيضحك؟ اصل افتكرت عمك عنتر وتحت الترابيزه. اخس عليك يا احمد، ليه بتسميه كده؟ هو انا لا سمح الله بشتمه؟ مش امه هي اللي مسميه عنتر؟ ده انا حتى معجب بشنبه قوي. لما هو كده ما بتربيش شنبك زيه ليه؟ اذا كان يعجبك انا مستعد اربيه دلوقتي حالا. انت عاجبني كده. خلاص، وانا هفضل كده على طول. احمد، من زمان نفسي اسالك سؤال. اتفضل. انت ما اتجوزتش ليه لحد دلوقتي؟ وهو ده برضه سؤال؟ وهكون ضايقتك. لا ابدا. قلتي لي بقى يا ستي ما اتجوزتش ليه؟ الحقيقه السبب اللي منعني من الجواز الخوف. هو الجواز بيخوف؟ متهيألي كده. اول مرة اسمع ان الجواز بيخوف. يجوز لاني فشلت في جوازي الاولاني. يجوز لاني عرفت الحريه بعد ما كنت مقيد. دلوقتي بتنقل من مكان لمكان، بتفسح وانبسط من غير ما حد يقول لي رايح فين ولا جاي منين. ثم اني يعني العكنانه اياها دي لزومها ايه؟ يعني افهم من كده انك مضرب عن الجواز؟ ما اقدرش اقول ايوه وما اقدرش اقول لا. هو الانسان لما يفشل اول مرة معناها انه ما يكررش المحاولة ويتغلب على الفشل. قطعا لازم يتغلب على الفشل. وانت ايه اللي منعك؟ خايف افقد الحريه اللي انا فيها دلوقتي. عندك حق. انسان كل يوم في بلد، وفي كل بلد بتلاقي فيها اللي تضيع معاها وقتك وتسليك. لا قيود ولا مسؤولية، ولما تزهق منها تغيرها. زي ما انا بسليك دلوقتي. ياسمين، انت فاهماني غلط. انت اللي فاهمني غلط. ارجوكي، انا يظهر ما عرفتش اعبر لك كويس. بالعكس، كلامك كان واضح. انا متشكرة قوي على الوقت اللي ضيعته معايا. لا يا ياسمين، انت شيء تاني خالص. يعني ايه؟ يعني انت في نظري حاجة تانية. زي ايه؟ لازم تعرفي اني بحبك من كل قلبي. انت بتحب الوقت اللي بتضيعه معايا، بتحب فيا الحرية اللي بتدور عليها. يا ترى امتى هتزهق مني وتغيرني؟ ارجوكي، لازم تعرفي انك اصبحتي كل شيء في حياتي. انا ما اقدرش استغني عنك ابدا. وايه الدليل؟ يعني هيجي يوم وتبطل الخوف؟ طول ما انت جنبي مش هعرف الخوف ابدا. لا بعد الجواز. وانا راح فيي انطر لبعد الجواز؟ يعني شو فكرك؟ الجواز راح بيطول؟ بعد سنتين منتجوز. وانا فيي انطر بعد سنتين؟ طيب متى ما بريد الله. دخيلك بدي بوسي رعبون. تعجل بالجواز بتاخذ البوس. الله يلعن جوازه ويلعن ساعته. بدي اعرف لشو عملوا هالورقه بخاطرك.
جبور، انت متأكد يا جبور انه شوفير منيح؟ مالك عينين بتشوفي طاير بالسيارة مثل الصاروخ. يعني ما بنخاف عليه؟ بحياة الله إن ما كان بسوق منيح ما كان جبور أعطاله سيارة المستشفى. طب مشي تنلحقه. بدي أفهم بس ليش مهتم بعادل كل الاهتمام؟ انا الممرضة بتاعته. يعني ما في شيء هيك؟ ما في لا هيك ولا هيك. ما خدتش بالي يا شاطر، ما تخافش، ما جرالهاش حاجه. شو بك يا طنوش؟ عم تسأليني شو بني؟ هذا دعس المعداية. لما ما بتعرفش تسوق بتركب عربية ليه؟ انا غصب عني. يعني ايه متأسف؟ نفرض انك صدمت الولد، كان هيحصل ايه دلوقتي؟ غصب عني. ولما كان هيحصل حاجة كنت هتقول غصب عني؟ انا قلت لحضرتك انا متاسف. لما تكبر شوية يا شاطر تبقى تسوق عربيات. بكرة المعزية بالصح، وإن صحت بشتري لك غيرها. مدموزيل ياسمين، ممكن اكلم حضرتك كلمة؟ أنا؟ ايوه اذا سمحتي. طب روح أنت يا طنوس وخلي أمك تربط لها إجرة. يلا يا طنوس. نعم. انت ليش حكيتي هالشاب بهاللهجة القوية؟ شو بدك ياني طبطب عليه؟ ثم أنت شو دخلك بالحكاية؟ انا الممرضة بتاعته. لا شو مريض؟ مريض وبس، ربنا يستر. ده مش لازم يزعل ابدا. انا كنت خايفة لا تجيله هالحالة وانت عم بتحكيه. أنا متأسفة ما كنتش عارفة، بس مش مبين عليه. لو كنت خدتي بالك من العربية كنت عرفتي انها عربية المصحة. ما أخذت بالي، ليش ما نبهتيني إنه مريض؟ ما قدرت. ما بده حدا يعرف انه مريض. أنا لازم أروح له المستشفى وأعتذر له. بترجاكي بلاش، رح يعرف اني قلتلك ورح يتأثر اكتر. وبعدين أنا حاسة إني غلطت غلطة كبيرة حقه. ممكن تتصلح. كيف؟ ضروري رح يجي يوم ويبكي هون. ضميري رح يفضل معذبني لحد ما أشوفه. انا ممنون كتير لهالشعور. أعطيته الإبرة يا دكتور. في شيء ضايقه اليوم يا سوسن؟ مش عارفة يا دكتور. على كل حال تركي نايم، لما يوعى قلتي الابره الثاني حوالي الساعه 10. حاضر. مش تخش بقى يا عادل. انا نمت كتير. طب ممكن تاخد الحقنة اللي قال عليها الدكتور احسن ميعادها فات. مش عاوز اخد حقن. الحكاية ما تستاهلش الزعل ده كله. بكرة تروح لهم وتعرض عليهم تمن العنزة، واظن انهم هينبسطوا قوي. والله فكره كويسه، ازاي ما جاتنيش الفكره دي ساعتها؟ يظهر ان وقتها كنت مرتبك شوية. تصوري يا سوسن، اول مقابله معاها يحصل كده. معلش، كل شيء يتصلح. ومين عارف، ما محبة الا بعد عداوة. يا ريت. انا متهيألي انزل دلوقتي واعرض عليها الفكره دي حالا. بالليل كده؟ ليه لا؟ انا ملاحظ ان قهوه عمها دايما سهرانه. يمكن تلاقيها نايمة دلوقتي. ان كانت نايمه اعرض الحكايه دي على اهلها. اسمع يا عادل،
انا هقول لك على كل شيء بصراحه. ياسمين بتشتغل مغنيه. مغنية؟ ايوه، صارت الظهور في بيروت. لها حق تغني. الصوت الحلو ده لازم كل الناس تسمعه، وضروري هيجي يوم انزل فيه بيروت واسمعها. طب تسمح تيجي تنام بقى؟ انت بتظلمني جنبك، والدكتور بيتهمني ان انا سبب في اي حاجه تجرالك. عالواطي فكرك اللي هس حسكيت عالواطي فكرك اللي بيوعوا الجيران علينا وإن كمشونا يا دل يا دل يا دل. عم تزعلاني منك قالت لي ابعد عنك، عم تزعلاني منك قالت لي ابعد عنك. يا ويلنا عرفت فينا ما بتقعد تخلينا، يا ويلنا عرفت فينا ما بتقعد تخلينا من عين الحب مملي. يا دل يا دل يا دل. ونعرفوا فينا العزة ما بنخلص من إيلو قال، ونعرفوا فينا العزة ما بنخلص من إيلو قال. وحكايتنا المذكورة بكرة بتصبح منشورة، وحكايتنا المذكورة بكرة بتصبح منشورة مثل البيرة الدلي. يا دل يا دل يا دل. عم بتحكي عالماشي لسانة بستين فراشي، عم بتحكي عالماشي لسانة بستين فراشي. لازم نعشق بالحيلة وشو ما بدك تحكيلي، ولازم نعشق بالحيلة وشو ما بدك تحكيلي. احكي وصوتك تعلي. يا دل يا دل يا دل. هس هس عالسكاي عالواطي فكرك اللي هس هس عالسكاي عالواطي فكرك اللي بيوعوا الجيران علينا وإن كمشونا. يا دل يا دل يا دل. ازيك يا طنوس، وازاي العنزه بتاعتك؟ ما خصك. انا عايز اديك ثمنها. ما تفهمش حكينا، ما بديناش مصاري. طب فين صاحبتك؟ شو صاحبتك؟ الست الحلوه اللي كانت معاك امبارح. شو بدك منها؟ لا بسال عليها بس. تروح لحالك احسن بقوصك تقوي. طب يا سيدي حقك عليا.
هاتيني شاي. وبعدين بكره. طيب مع السلامه. باي. شو بده هالزلمه؟ وليش ما بتردي؟ لك شو بده هالزلمه قولي؟ جاي يسأل عن الطنوس يا عمي. شو بها عنز الطنوس قولي لي شو بها؟ امبارح طنوس كان واقف بالطريق، قامت رمت العربية غصب عني. بلا. قصدي العربية صدمت العنزي غصب عني. ايه مفهوم مفهوم، جاي يسألك انت، روح يسأل طنوس. ما انا ساعتها كنت واقفة. وين واقفة؟ روح على البيت. روح على البيت. انت خفت؟ ما خافش ازاي؟ ده عمك باين عليه عصبي قوي. هو يبان كده لكن قلبه زي التلج. تعال. قولي، عجبك لبنان؟ جميل جدا. ايه احلى حاجة فيه؟ انت. ميرسي على المجاملة دي، لكن انا بسألك عن لبنان. كل حاجة فيه عجبتني. اللي بيحلم بالجنة وعاوز يشوفها لازم يجي هنا. دي شهادة عظيمة. دي الحقيقة وده اللي أنا شاعر بيه. الله، تعال تعال هون، تعال تخاف. تعال لا تخاف. الأستاذ عادل. الأستاذ عادل جاي يسأل عنك. جاي يسأل عنك. وريني. أنا متأسف أوي، دي غلطتي. الحمد لله جت سليمة. أنا لازم أشوفها كل يوم وأطمن عليها يا سلام، كل يوم؟ لغاية ما تخف. وإن خفت بكرة؟ يبقى ملهاش حق. ده أنت مهتم بيها قوي، إيه الحب ده كله؟ في الحقيقة أنا حبيتها من أول نظرة. هي مين؟ العنزة. افتكرتك بتتكلم على حد تاني. لكن قولي لي، أنا ملاحظ إنك بتتكلمي مصري خالص. أصلي عشت في مصر لحد ما بقى عندي 15 سنة، وعشان كده بتكلم باللهجة المصرية. مفيش يوم فات عليا من غير ما أفكر فيها وفي الأيام الحلوة اللي قضيتها بين أهلها. يعني لسه بتحبي مصر؟ ولو وبتمنى الساعة اللي أسافر لها تاني. بيقولوا اللي يشرب من مية النيل يستحيل ينساها. فعلا. تعال. مين؟ ياسمين. مالك؟ مالك ما بتردش ليه؟ لا، ده بس شوية صداع بسيط. سلامتك. لا مفيش حرارة. نمت كويس امبارح؟ أبدا، ما دقتش طعم النوم. ليه؟ كنت تعبان؟ لا. امال ما نمتش ليه؟ ما جاليش نوم. اللي يقلق بالليل يا اما يكون تعبان من حاجة يا بيحب وبيفكر في اللي بيحبه.
انت بقى كنت تعبان من حاجة؟ لا، ها يا بختها اللي كنت بتفكر فيها. يعني تفتكري هي كمان بتبادلني نفس الشعور؟ ليه لا؟ دي تبقى غلطانة لو ما حبيتكش زي ما انت بتحبها. انت مين ما يحبكش يا عادل؟ عمي. انا ما نبهتك ما تمشيش مع ناس ما بتعرفينش؟ هيدا مش غريب يا عمي. شو بيقرب لك؟ ابن عمك؟ ابن خالك؟ خيك؟ فهميني قولي. عمي ما بيحب حدا يعرف انه مريض. منيح اللي فهمتيني. ايه طاية يا ابن العم، طاية يا ابن العم، طاية. لا تؤاخذني يا عم، اعتبر بيتي بيت. انت بتشوفنا لكن نحن كرمة. اسمي ابو فريد، سأل عني هم كل الضيعة بيقولوا لك عني مشهور بالشهيم والكرم. شعال عم شيء. لا كتر خيرك يا عم، متشكر. بخاطركم. خليكي معه، دير بالك ليا. يا حرام. ليش تأخرت يا عادل؟ رح تخرب بيتي. معلش، العربية سليمة اهي، متشكر قوي. الحمد لله على السلامة يا عادل. سوسن، اما النهارده كان اسعد يوم في حياتي. يا سلام، دي يستحيل تكون انسانه، دي ملاك، دي حوريه من الجنه. فين الدكتور؟ وعايزه في ايه؟ انا لازم انزل الليله بيروت باي ثمن، سواء رضي او مرضيش. وعايز تنزل بيروت ليه؟ عايز اسمعها وهي بتغني في الصاله. ليه، هي قالت لك انها مغنية؟ لا، ما جابتش سيره. يمكن ما حبيتش تقولك انها بتشتغل مغنية ومروحك يحرجها. تفتكري كده؟ ده اللي انا شايفاه. يبقى بلاش اروح احسن. طب اتفضل بقى عشان تاخد الدواء. بتعاندني بسيطة، تبرم وشك بسيطة. بتعاندني بسيطة، تبرم وشك بسيطة. بتعاندني بسيطة، تبرم وشك بسيطة. لكن انك تعشق غيري والله 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 بسيطة. مجنني وملواني، ما في مرة بتطواني. مجنني وملواني، ما في مرة بتطواني. لا تغدرني ولا تخدعني وشو ما بتعمل بسيطة. لكن انك تعشق غيري والله 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 تعمل حالك مش شايفنا، تعمل حالك ما بتعرفنا. تعمل حالك مش شايفنا، تعمل حالك ما بتعرفنا. وبتوعدني وبتخوفني وشو فاكرني عبيطة. لكن انك تعشق غيري والله 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 عم تحرمني شوف خيالك حتى ارمي حالي قبالك. عم تحرمني شوف خيالك حتى ارمي حالي قبالك. لو قالوا لك تقل حالك قلن هيدي بسيطة. لكن انك تعشق غيري والله والله
بتعاندني بسيطة تبرم وشك بسيطة بتعاندني بسيطة تبرم وشك بسيطة لكن انك تعشق غيري والله بس بسيطة. سوسن ايوه يا عادل. اخويا عادل جاي، خدي شوفي. مظبوط، هي عربيته. حضرته له زيادة عن 5 أيام ما جت زارني. يا اخي كان بيسأل عليك كل يوم بالتليفون. مش كفاية. يمكن كان في حاجة شغلاه. برضه مش كفاية. يعني لولا نزول حضرتك مصر النهارده ما كنتش شفتك. ما قلت لك يا عادل ان اشغال بيروت هي اللي كانت معطلاني. اي اشغال فيهم؟ خلينا في المهم. انا فرحان قوي للتغيير الكبير اللي انا شايفه يا عادل. عايز تعرف السر يا احمد؟ ضروري الجو هنا كان ليه تأثير كبير. مش جو لبنان وبس، جو تاني. يا ترى نوعه ايه الجو التاني ده؟ ما خبيش عليك، انا بحب. بتحب؟ لدرجة ما يتصورهاش عقل. الله الله على الجد. وليه تبقى مين سعيدة الحظ دي بقى؟ ما اقدرش اوصفها لك. يا سلام، حلوة للدرجة دي؟ لازم تشوفها بعينيك، هوريها لك. بيتهيألي إن شفتها واعرفها. ها؟ شفتها فين؟ تكونش الممرضة الحلوة اللي هناك دي؟ سوسن؟ لا، سوسن صحيح لطيفة، لكن التانية حاجة تانية خالص. على كل حال مهما كانت كفاية انها صاحبة الفضل في ان صحتك اتحسنت. استنى، هحاول اوريها لك، بس ياك الاقيها. احمد، تعال يا احمد. وريني. شفتها؟ شفت ايه؟ انا شايف معيز. لا لا يا اخي، اللي جنب المعيز. طب تسمح بقى؟ خلاص دخلت بيتهم. مبروك يا عادل، انا موافق. بتتكلم جد؟ طبعا. ايه المانع انك تتجوز؟ وتفتكر بابا وماما هيوافقوا؟ 100% هخليهم يوافقوا. دي مسألة قلبي يا اخي. ياه، انا اتأخرت قوي. ها، عاوز حاجة تانية من مصر؟ سلم لي عليهم كتير، وقول لماما انا زعلان منها، بقالها 3 ايام ما كلمتش في التليفون. بس كده؟ اول ما اوصل هتلاقيها بتكلمك. وحاجة تانية يا احمد، عايزك قبل ما تسافر تواسي الدكتور يبحبحها معايا شوية. من جهة ايه؟ يعني يخليني اخرج اتفسح زي ما انا عاوز، يفك القيود حبة. وهو كذلك. مع السلامة. اشوف وشك بخير. ان شاء الله ارجع الاقيك سايب المستشفى. ان شاء الله. عادل منيح كتير اليوم، صحته متقدمة وحالته النفسية منيحة. بالأول كان دايما متشائم وشايف الدنيا سودة بوشه، وهلأ أصبح متفائل ومتمسك بالحياة. الحمد لله، ده كله بفضلكم يا دكتور. والله يظهر إنه في سبب تاني هو اللي ساعدنا على تحسين حالته. هو فعلا كده. اقدر اطلب من سيادتك طلب؟ اتفضل. ممكن تسمح لعادل بالخروج من المصحة من وقت للتاني؟ أنا سمحت له يخرج يتفسح في حدود المصاح. مش ممكن يروح ابعد من كده شوية؟ بالوقت الحاضر لا، لكن لو حالته استمرت على التحسن ما في مانع أبدا. انا متشكر قوي يا دكتور. أسأل. مع السلامة. يا ترى هوحشك اليومين اللي هجيبهم في مصر يا ياسمين؟ ليل ونهار هفكر فيك يا احمد، خصوصا لما اروح الصالة بالليل وابص الاقيك مش موجود زي عوايدك. قول في النهار اديني بتسلى مع اصحابي. يعني عندك اصحاب هيشغلوكي عني؟ طبعا، هو في حد في الدنيا بيعيش من غير اصحاب؟ كده. ويا ترى نوعهم ايه؟ كلهم بنات. كلهم بنات؟ بنات؟ وبتسأل ليه؟ مجرد سؤال. ما خبيش عليك، انا اليومين دول اتعرفت بشاب صغير. نعم. ولطيف
لطيف قوي نعم نعم. ودمه خفيف موت. انت بتقولي ايه؟ انا متأكدة انه هيسليني شوية لحد ما ترجع. ويطلع مين صاحبنا ده اللي لطيف قوي ودمه خفيف موت؟ اول ما ترجع من مصر هعرفك بيه على طول. وليه مش دلوقتي؟ انت وراك سفر. مش مهم، يهمنا نتعرف بصاحبنا ده الاول. اخصى عليك يا احمد، انت بتغير. ما كنتش اعرف انك بتشك في حبي الا دلوقتي. عايز انا اعرف انك بتقابلي شاب ظريف ودمه خفيف واقلطت من الفرح؟ هو معقول احب حد غيرك؟ لو كنت بحبه كنت اكلمك عنه. انا هقول لك الحقيقة، الشاب ده معرفتي بيه مش اكتر من عطف. عطف؟ صدقني يا احمد، ده عيان وحالته خطرة، ربنا يشفيه. عيان؟ ايوه في المستشفى. مالك برضه لسه زعلان؟ لا ابدا، ما تعرفيش قد ايه انا بتقلب لما بسمع سيره العيان. ليه؟ اصل ليه يا اخي عيان؟ ليك اخ عيان؟ يعني ما قلتليش قبل كده. ما جاتش مناسبه. مسكين. على اي حال سيبينا من سيره العيان. قولي مش عايزه حاجه من مصر؟ سلم لي على كل اللي فيها. ما تتصورش قد ايه انا مشتاقه لها يا احمد. المره الجايه ان شاء الله هننزل سوا. دخيلك عادل، وقت يخرب بيتي. نص ساعة بالظبط. لو حدا شافك من الدكاترة بيقصف عمري. وحياتك مش هتأخر. صباح الخير يا ابني. صباح النور. شو بك؟ مش عارف العربية وقفت ليه. اتركها، بسيطة بسيطة. عمك ابو فريد بيفكها وبيصلحها. اخ كأنه جاي من الفابريكا جديد. استريح يا ابني استريح، ما عليك شيء. منين بتفكها يا ابو فريد؟ منين العبقرية؟ على مهلك. أوف. أنا نسيت أسألك، إزاي عنز الطنوس؟ بقت عال قوي. الصبح فكت الرباط. ما تتصوريش قد إيه أنا بحب العنزة دي. وانا كمان بحبها. أصلها كانت السبب في معرفتنا، ولو إني أعرفك من أول يوم جيت فيه لبنان وكنت دايما معاك. انا كنت دايما معاك؟ أيوه، وجنب مني كمان. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عادل؟ مش معقول. صدقيني، وتجيبك جنبي في اللحظة اللي أنا عاوزها. لا، الحكايه لازم فيها سر. ولا سر ولا حاجة، الحكاية حكاية نظارة. نظارة ايه؟ النظارة المعظمة اللي بيستعملوها في السبق، عارفاها؟ قول لي كده. انا كمان استغربت، قلت ده لازم بيسحر ولا معاه خاتم سليمان. فعلا النظارة دي بالنسبة لي زي خاتم سليمان. امسكها واقعد ادور عليكي بين الشجر لغاية ما الاقيكي. قول لي يا عادل، انت نازل في المصحة ليه؟ ها؟ أنا متأسفة، يظهر إن سؤالي ده ضايقك. يستحيل أي شيء يصدر مني كده يضايقني. أنا بس سيرة العيا دي هي اللي بترعبني. عاوز أنسى إني عيان، عاوز أعيش الأيام اللي فاضلة من عمري وأنا. أرجوك ما تفكرش كده، أنت صحتك عال والحمد لله. ما تشوفينيش كده بضحك واجري. أنا حياتي متعلقة بخيط رفيع. إيه التشاؤم ده؟ اخفى عليا، أنا اللي غلطانة، هتخليني أزعل من نفسي. لا أبدا،
انت ليك الفضل اني بقيت كده. خليتيني متمسك بالحياة وهعيش. ان شاء الله يا عادل هتعيش وتعيش وتفتكر انت راجل عجوز الايام اللي كنت موهوم فيها وتضحك على نفسك. يلا اضحك بقى، اضحك. هتضحك ولا اجيب لك عمي؟ انت عارفه وانا جاي حصل ايه؟ لقيته قاعد على القهوه، خفت منه، عملت ان العربيه خربت، شافني هو وجالي وقال لي اتركها الي وانا بصلحها. وبعدين حصل ايه؟ ولا قبلين زمان هو بيدور على العيب اللي فيها وهي ما فيهاش حاجه، انا شلت كابل البطاريه بس. يا خبر اسود. لا تخاف لا تخاف. ما يخافش ازاي؟ دي العربيه كلها مفكوكه. ايه مفكوكي. ابو فريد فكها وهلا بيجيب مكنسين يركبها. مش انت قلت انك هتصلحها؟ انا قلت لك بفكها منيح، ما قلتلكش تصلحها. ايه؟ طب وهقول لهم ايه دلوقتي في المستشفى؟ قول لهم ابو فريد فكها، شوف فيها. ما تخافش، دلوقتي نجيب ميكانيك يصلحها. عادل، مالك يا عادل؟ مش عارف، مش قادر اخد نفسي. الحق عليك، والصبح بتجري. ما تخافش، تعالى. ارجوك اطلبي لي المستشفى، مش عارف اقدر ليه. طب تعالى استريح. سلامة. الله يسلمك. ازيك يا عادل؟ الله، مالك نايم ليه؟ لا مفيش حاجة، بس ريح شوية. انت جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. وازاي بابا وماما؟ بيسلموا عليك وفرحوا قوي لما قلت لهم انك بقيت عال وحكيت لهم عن العروسه الحلوه. صحيح، ورأيهم ايه؟ ادوني توكيل عام. والنبي وشرفك كده. طب يلا بينا نروح لهم. الله، ومالك مستعجل كده ليه؟ عادل، انت لسه تعبان، مش ممكن تتحرك من السرير. تعبان؟ ايه الحكايه؟ انا سايبك زي البوم، حصل حاجه؟ لا ابدا، ما حصلش حاجة، انا صحتي زي البومب فعلا. هي دايما بتخاف عليا وتعمل بالحبة قبة. ارجوك، الدكتور قال ما تتحركش. اذا كنت تعبان يا عادل نأجل الموضوع ده لبكره. لا ضروري النهارده، انا صحتي كويسة. تحب اكسر لك الأوضة دي عشان اثبت لك ان صحتي زي الحديد؟ لا 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 لا، مفيش داعي. طب دقيقة واحدة، هلبس هدومي وارجع حالا. تعي بركي للعروس. مبروك يا وردة، صار لي كم يوم مختفية، وين كنتي؟ ولا جوزي ما عم بيتركني. عنده حق. كيف صحة عادل؟ نشكر الله، صار كتير منيح. كيف ما بده يصير منيح وانت جنبه؟ بدك تقولي لي
انك ما بتحبيه؟ بحبه بس مثل خيي. ودخلين ما حكيتي شي عن الجواز؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ياسمين قلبها مشغول بغيره، مش هيك ياسمين؟ بكره كلكم تعرفوا. ياسمين ياسمين عادل، ايه اللي نزلك من المستشفى يا عادل؟ تعالي معايا يا اوام. ايه اللي حصل؟ مفاجأة كبيرة. هو عمك راح فين؟ مش موجود على القهوة. لازم نزل بيروت، مش تقول عايز ايه؟ مش انا اللي هقول، بسرعة لحسن اخويا مستني على نار. مع السلامة ياسمين. يا عيني يا عيني. اعرفك باخويا احمد. مش معقول. مش معقول ليه؟ والله اخويا. يعني ما عرفتنيش بالانسه تبقى مين؟ طول بالك يا اخي، هو انا لحقت. حضرتها الانسه ياسمين. تشرفني. لكن انا ما شفتوش معاك ابدا. في الحقيقه انا كنت مقصر في زياره عادل اليومين الاخرانيين دول، علشان كده ما جاتش الفرصه اللي اتعرف فيها بحضرتك. وكمان كان بيسافر كتير، ده لسه واصل النهارده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا اذنكم. ايه رايك فيها يا احمد بعد ما شفتها من قريب؟ شو بك يا ياسمين؟ صور هالخبرية، عادل يطلع اخو احمد، شي غريب. ما غريب الا الشيطان يا روحة. بس ليش ما بده يقول لخيه انه بيعرفني؟ الله يا بنتي. ايه رايك يا احمد ما قلتليش؟ كويس مش بطاله. هي احلى ولا صاحبتك؟ تقريبا زي بعض. عماجة دي فرصة عشان تخش في الموضوع، اطلبها منه. استاذ احمد، يا هلا يا هلا يا هلا، امتى جيت؟ الجبل نور بتشريفكم. متشكر. الله، انتوا تعرفوا بعض منين؟ معلوم بعرفوا، هذا الرجال ادمي كله ذوق وشهامه. ده اخويا يا عمي. مفهومين؟ انتوا ولاد اصل ولاد عائله. هلا بدي خلي مرتي تعمل لكم الحمامات تاكلوه. تفضلوا تفضلوا. الحمد لله الحكايه جت معرفه. اطلب ياسمين منه. شفت يا احمد؟ شفت بعينيك كيف عمل افريد على ياسمين؟ مثل الديب الكاسر. انا هون اسمي معروف كل الضيعه ومفهوم على كل لسان. قول بفريد وبس. مفهوم. بحكي لكم حكايه. مره قاعد لحالي عم بشرب كيس عرق و10 12 واحد حوالي عم بيتمهزقوا على شبير. سمعتهم سامع بس هيك. بتلاقيهم مثل الديب الكاسر. وحرض هذول من حوالي. نأجلها الوقت تاني. يلا يا عادل. والحمام مرتي عم تطبخ الحمام. ايه مرة تانية ان شاء الله. ما بصير. يلا يا عادل. بدكم تاكلوا. يلا يا عادل. ابو فريد. ما كلمتوش ليه؟ ما كلمتوش ليه في الموضوع يا احمد؟ هو الوقت عشان الواحد يتكلم فيه في موضوع زي ده؟ طب مش نستنى ياسمين يمكن ترجع تاني. الحكاية مش عاوزة الاستعجال ده كله. طب ده انا ما صدقت انك رجعت من مصر عشان نتكلم في الموضوع. انت ما تتصورش قد ايه احنا بنحب بعض يا احمد. الله، مالك يا احمد؟ طب دي عليها حته جدا دمها خفيف موت. تصور يا احمد علمتني ازاي ادق الكبه واعمل سلطه الحمص اللي تاكل صوابعك وراها، ولا الفراريج المشويه والتبوله واللبنه عيني. بكره يا عم لما نرجع مصر انا وياسمين هنعرف ازاي نمتعكم بالاكل اللبناني المنيح. طب ممكن تقعد دقيقة؟ حاضر. انت تعرف ياسمين كويس؟ طبعا. تعرف انها مغنية وبتشتغل بالليل في صالة؟ ايوه عارف انها مغنيه بصالة، لكن ده ما يمنعش انك تتجوزها. لا ما يمنعش. طيب والدك ووالدتك لما يعرفوا انك اتجوزتها، مش انت بتقول انهم ادوك توكيل؟ التوكيل ده مش معناه انك تتجوز اي واحدة. وهي ياسمين اي واحده؟ وهو عيب انها تكون مغنيه؟ يا عادل، الحكاية مش عشان مغنية وبس. انا شايف انها اكبر منك في السن. ده برضه ما يمنعش، انا لازم اتجوزها باي ثمن. الحكاية عايزة شوية تفكير. انا فكرت كويس ويستحيل اي عقبه تقف في سبيلي. هتجوز ياسمين يعني هتجوزها، وانا متاسف اني خدت رايك. للدرجة دي؟ ما دام حضرتك عاوز تتحاكم في قلبي
أعز شيء عندي. قبل ما أعرف ياسمين كنت شاعر إن حياتي ملهاش أي قيمة، ويوم ما عرفتها قدرت أشعر بطعم الدنيا وأحس إني لازم أعيش. عارف لو حصل أي مانع وما اتجوزتش ياسمين هختصر الطريق وأخلص من الدنيا. اسمع يا عادل، ما تزعلش مني. الكلام اللي قلته ده كان في مصلحتك. يمكن انا غلطان وانت شايف غير كده، لكن الحقيقه انا ما كنتش عارف انك بتحبها للدرجه دي. انا هعمل كل جهدي يا عادل. يعني في أمل؟ ان شاء الله، بس مش صح ننتظر لما تاخد الليسانس. أنا ما عنديش مانع، بس لازم تحصل خطوبة على الأقل، ده يشجعني إن آخد الليسانس بسرعة. إيه رأيك؟ حاضر، انا يهمني صحتك وسعادتك. عن إذنك هكلمها في التليفون. ما عندكش فكرة دي هتفرح قد إيه؟ صار لي أنا والهم أكتر من سنة، وبعد الشقة تلاقيت بالحلم الهني. صار لي أنا والهم أكتر من سنة، وبعد الشقة تلاقيت بالحلم الهاني يابا. من كل قلب بقول يا أهل الهوى، لولاك يا هالحب شو نفع الدنيا. صار يغمزني هاي هاي، صار يضحك لي ها ها ها، غصب عني حكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله، ضحكتله ورقصتله واهلا وسهلا قلتله، رق الباب فتحتله اهلا وسهلا قلتله، صار يغمزني هاي هاي، صار يضحك لي ها ها ها، غصب عني حكتله ورقصتله اهلا وسهلا قلتله. الو احمد، 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 احمد. انت يا احمد، انت اللي بتطلب مني الطلب ده؟ غصب عني، الظروف هي اللي حكمت علينا بكده. حبنا يا احمد. في حاجة أعظم من الحب، التضحية. صحيح هندفع احنا الاتنين التمن غالي، لكن مفيش مفر. انت بتطلب مني المستحيل. ما تنسيش ان تضحيتك دي فيها انقاذ لحياة اخويا. ونسيت حياتي انا. ياسمين، لازم تفهمي ان اذا عادل ما جوزكيش هينتحر. جوازي منه هيكون انتحار لينا احنا الاتنين، هيكون جواز من غير حب. دي غلطتك، انت اللي خليتيه يحبك ويتعلق بيكي. انا كنت بعطف عليه عشان عرفت انه كنت بعتبره اخ صغير لي، لكن اللي حصل انه اخذ العطف ده على انه حب. ارجوكي اذا كنت بتحبيني صحيح كملي دورك. مش ممكن.
قلت لك انت بتطلب مني المستحيل. انا مستغرب ازاي انت اللي كنت تغير عليا من كل شيء تقدمني بايدك لواحد تاني. انا بقدمك لاخويا، ده عز انسان عندي. دلوقتي عرفت ان كل الايام اللي قضيناها مع بعض كانت مجرد تسلية. انت ما بتحبنيش، عمرك ما حبيتني. انا بحبك يا ياسمين، بحبك من كل قلبي، لكن غصب عني كل ما افكر في موت اخويا تبص الاقي الدنيا كلها بتدور بيا. انا عندي اهون عليا ادوس على قلبي من اني اعيش طول عمري متعذب بسببه. احمد، ما اقدرش اشوفك وانت بتتألم بالشكل ده. انا هعمل كل اللي انت عايزه يا حبيبي، هعمل كل اللي انت عايزه، وربنا معايا. خير يا ابو فريد، عندكم فرح؟ شو بكون هيدا؟ غم بلا مالك عناية تشوفي؟ ومين العروسة؟ ياسمين؟ لا امي. ياسمين، لكن مين؟ وليش ما بتقولوا حتى نشارككم بافراحكم؟ هيدي مش فرحة كيف، خطة نص فرحة. ومين العريس؟ مخلوق من مخليق الله، وغني غني؟ عنده 1,000,000 ليرة. هلا عندي بقى هلكتيني دخيل طيب صغميتك. طيب ده عفيفة شو بدي؟ يوم خطة ياسمين مع عروستين؟ مش قليلي والله. قاعدين ببيوتنا ما بنعرفش ومين حضرته بيكون المحظوظ ما بعرف. بكرة بنعرف. حنينة شو الخبر؟ ياسمين خطبتها اليوم عميل عشب مثل القمر، وارث 3 ملايين ليرة. يعني يالا يا ريتني انا. سمعتي شو قالت؟ نخلة شو القصة؟ ياسمين خطبتها اليوم على شاب مثل القمر، وارث 6 ملايين ليرة. يقصف عمره أبو فريد، ليش ما عطاني خبر؟ علشان هيك شايف حاله علينا. عادل ياخد باله ولا حد من الموجودين؟ عايزني اعمل ايه اكتر من كده؟ مش كفايه التمثيليه اللي بقوم بيها؟ معلش عشان خاطر ياسمين خلي ليلة تفوت على خير. انا اعصابي بتتحرق، مش قادره امسك نفسي اكتر من كده. بقولك عشان خاطري. الليله دي كان لازم تكون حفله خطوبتنا احنا الاثنين. مين عارف، يمكن الظروف تتغير. ارجوكي ترجعي. يمكن لما يعرف الحقيقه يقدر العذاب اللي احنا فيه. لا بلاش دلوقتي، على الاقل احنا ممكن نتحمل الالم، لكن هو ما يقدرش يتحمل اي الم. يعني عايزنا نعيش كده على طول يا احمد؟ معلش انا مقدر التضحيه اللي هتقومي بيها علشان خاطري، لكن تاكدي ان التضحيه دي زودت من حبي ليكي. ارجوكي استحملي شويه. انا مش قادره استحمل اكتر من كده. انت مش قادره تقدري الخطوره في الموضوع لحد دلوقتي. انا هحاول، واذا لقيت في خطوره مش هكمل كلامي معاه. مش عارف اقول لك ايه. ياسمين اتأخرت قوي يا ماما. هلا بتجي طول بالك.
تعرفي انا بحب ياسمين قوي قوي. بس بدك يدوم هالحب. شو بك؟ تعبت؟ دق يا ابني دق. هلا بدي طعميك كبة من ديات حبيبي بتجنن. اديني حدق. لك يا حية يا حية اجي لك ركض 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 قلبي ركض. اتأخرت ليه يا ياسمين؟ كنت فين؟ كان متهيألي على الدنيا كلها عشان ادور عليكي. وحشتيني قوي يا ياسمين. الله، مالك؟ مفيش، بس تعبانة من المشوار. لو كنت معاكي ما كنتيش تعبتي ابدا ابدا. ما قلتلكيش انا اشتغلت بدالك طباخ مع ماما حبيبه. لازم تعرفي ان الغداء اللي هيتقدم النهارده من عمايلي انا. انت مش طبيعيه، لازم في حاجه. عادل افندم. تعالى يا حبيبي اقعد. ازاي صحتك النهارده؟ ازاي صحتك انت؟ خلاص يبقى انا كويس. عايزه اقول لك لو فرض يعني وكنت بحب واحد غيرك. ما صدقش ابدا. نفرض يعني. امبارح وانا بتغدى عندهم لاحظت انها متضايقه شويه. يمكن عندها حاجة شغلاها. لازم انا عملت غلطه من غير ما اعرف زعلتها مني. ليه الأفكار دي؟ ما كانتش زي عوايدها، والنهارده نزلت من غير ما اشوفها. ما تقدرش تعرف ظروفها ايه. انا خايف لا يكون في حد تاني. حد تاني يعني ايه؟ يستحيل اشك في حب ياسمين. لكن تفتكر نزلت بيروت راحت فين؟ ما انت عارف انها بتشتغل هناك، يمكن عندها بروفة. معقول، لكن ليه ما قالتليش؟ المفروض انك ما بتعرفش انها بتشتغل. ازاي بس؟ دي خدتني معاها البروفة مرتين. انا لازم انزل بيروت حالا، عن اذنك لازم اشوفها. والتليفون اللي جاي لك من مصر مش مهم؟ مفيش عندي اهم من ياسمين. الحل الوحيد نبعد عن بعض يا ياسمين. وهون عليك يا احمد. مفيش طريقة غير اني اسافر. يمكن لما نبعد عن بعض ننسى حبنا. يستحيل انساك يا احمد، يستحيل. حرام اني اكون ضحية. انا ذنبي ايه؟ حاول انك تكلمه، حاول انك تفهمه. مش ممكن قلبي يطوعني اني اكلمه في الموضوع ده. مش ممكن احكم على اخويا بالاعدام وانفذ الحكم بايديا. انا هحاول اني اكلمه وافهمه الموقف. صحيح انها هتكون صدمة بالنسبة له، لكن مفيش مفر منها. عادل
خير يا دكتور؟ حالي هالمرة أشد من كل مرة، مش فاهم ليش. يعني في خطر على حياته؟ إن شاء الله ما فيش خطر، بس بيحتاج لأكتر وقت من الراحة. بتقدر حضرتك تروح وأنت مطمن. يظهر ان في حاجه ضايقته يا استاذ احمد. في مانع استنى جنبه لحد ما يفوق؟ وجودك جنبه مش هيفيد. قصدك ايه؟ لازم عادل لما نزل بيروت عارف او سمع شيء. شيء اللي هيسمعه؟ انا عارفه كل حاجه يا استاذ احمد، وعارفه العلاقه اللي بينك وبين ياسمين. العلاقه اللي عرفها عادل من زمان، ما كانش الحب اتمكن منه بالشكل ده. لما انت عارفه ما قلتلوش ليه؟ ما قدرتش، خفت على حياته. حتى انت كمان خفتي عليه؟ ايوه، حتى انا. احمد، ازاي عادل دلوقتي؟ الحمد لله احسن شويه. من فضلك الدكتور امر ان محدش يزعجه. ازايه دلوقتي؟ احنا عندنا له منوم عشان يستريح وتهدى اعصابه. اتفضلوا انتوا مع السلامه. أخي العزيز أحمد، لقد رأيت أن الحياة لا قيمة لها بعد أن فقدت كل أمل فيها، حتى الوفاء بين الأخ وأخيه. ولي رجاء واحد منك قبل أن أودع الدنيا. ما شفتي عادل؟ لا والله ما شفت. ما شفت عادل؟ لا والله، شو صار؟ يلا شو هنصيب يا رب. اعطي هيدا للإدارة. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، الحقنا يا أستاذ أحمد، عادل من موجود بالمستشفى. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ راح فين؟ خرج وما بنعرف راح فين. وفين الممرضه بتاعته؟ ظهرت مثل مجنونة فوق الجبل وتركت هالخطاب. ايه الحكايه يا احمد؟ ربنا يستر. لا حول الله.
ساعديني يا سوسن، مش قادر. ما تتعبش نفسك، انا ما يهمنيش حياتي، انا يهمني سعادتك يا عادل. عايزاك تعيش يا عادل، عايزاك تعيش. هعيش يا سوسن، هعيش عشان خاطرك، بس ساعديني.